خلينا حسين كامل يقولون راد يضرب الكربلة بالكيماوي. صحيح؟ نعم. عندك دليل لو حكي؟ عندي دليل. شنو الدليل؟ خلنا الدليل انا شهر الثالث عام 1991 من اندلعت الانتفاضة انا كنت في قاعدة الصوير الجوية، فكنت على خط الطيران في سرب 500. شفت صندوق مفتوح، شفت قنبلة لونها سمائي، فاكو كان براد جوي. البراد جوي هذا بالطائرات بي 17 يقعد بالنص هو اللي يقذف القنبلة. فسألته قلت له تعال فلان هاي شنو القنبلة؟ قال سيدي هاي زودونا بها التصنيع العسكري، هاي كيميائي غاز الاعصاب. شنو علاقته بالهذا؟ ها؟ شنو علاقته بضرب كربلاء؟ من هو؟ هو هاي القنبلة. جايك بالحكي شلون تحملت؟ قلت له شنو غاز الاعصاب؟ تعرف احنا ماروان رجال مشتغل على طائرات تدريبيه في اي بي، ما اشتغلت على طول حياتي 25 سنه على طائره مسلحه يسمعوني الطيارين المهندسين. قلت له شنو غاز الاعصاب؟ يمكن اسمه سارين. قال هذا خلال 3 ثواني ل 5 ثواني الانسان يختنق ويموت. هاي انتهت القصه. اذا كانت موجوده الطائرات اثناء تعرف الانتفاضه بال 91 كان يطار حسين كامل وعلي حسن مجيد على كربلاء. فوين نزلوا بعون الامام عون عليه السلام بقعه، فالمناير مال ابو عبد الله عليه السلام تبين لان كربلاء انضربت. هذا الحكي شايفه لو سامع؟ لا ما دزيته بالواجب. انا دزيته بالواجب. انا صار فيها بال 95. زين هسه خلينا القنبله الكيميائيه وين راحت؟ المهم حيوا 3 طائرات. شلون؟ 3 طائرات 117 إيه؟ او 100 يعني مختلفين. 117 نفس ال 100 بس تختلف لان هاي ما هذا. هم رادوا 3 قال لهم تضربون صحن الامام الحسين عليه السلام واخيه ابو الفضل العباس عليه السلام، تضربون بالكيمياوي لان الثوار المنتفضين بالصحن، فاحنا ما نريد ندمر الامامين. تعرف وسائل اعلام وشغلات تعرف توضيعيه. اين الامر جاء؟ اجى الامر للطيارين، حملوا للطيارين امر اجى لازم مدير قاعده، امر قاعده قصدي لو شلون اجى راس هذا دكتور. ها؟ دكتور من شارك بالانتفاضه؟ من حسين كامل، علي حسن مجيد، صدام كامل، طايس رمضان، عزة الدوري. يعني قصدي اجى الامر من حسين كامل الطيارين. نعم بالطيارين مباشره. نعم تصرف شخصي هو علي حسن مجيد. فحملوا الطائرات الطيارين الابطال طار الجيش طاروا فوق الامامين عليهم السلام، ما قذفوا القنابل، دخلوا استخبارات عسكريه ودخلوا بالسجن. نعم. هذه العمليه بقاموس النظام يعدمون. يعني حسين كامل يقول لهم يضربوا كيمياوي وما يضربون يخالفون امر حسين كامل وينسجنون. ايه سجنوا. ما ينسجنون. سجنوا وعد الدليل. لا ما ينسجنون. لا سجنوا في تلك اللحظه يا اللواء فاضل، في تلك اللحظه دول القرار عقوبتهم اعدام. انت خليني اكمل لك. دخلوا استخبارات عسكريه، صار تحقيق. شلون خرجوها الطيارين؟ تعرف خرج احنا قالوا اجهزه قذف القنابل ما اشتغلت عندنا. زين ما تجي لجنه تفحص؟ تفحص لجنه. إيه؟ بس اللجنه منين تجي؟ ابو استخبارات عسكريه شو فهمه؟ تجي منين؟ تجي تجوز مخوه جويه وطيران الجيش. ايه يجون ضباط اسلحه. ايه؟ فانا بوقتها خابرت شخص قال لي لواء فاضل نعم ال6 طيارين والبرادين 3-9 كانوا وياي بالاعتقال بالرضوانيه، والله انعدموا ما انعدموا ما اعرف.